عاوز تعرف انت واثق في نفسك بنسبة كام في المية؟ شوف انت بتعمل كام من ال10 حاجات دول وقولي في الكومنتس النتيجة. اول علامة على قلة ثقتك في نفسك هي انك تبالغ في طلب رأي الناس، طول الوقت محتاج حد يقولك تعمل ايه او ياخد القرارات نيابة عنك. تاني علامة الخوف المبالغ فيه من النقد، اي كلمة من اي حد بتهزك وبتشككك في نفسك. تالت علامة المقارنة الدايمة بينك وبين اللي حواليك او بينك وبين اي حد بتشوفه على السوشيال ميديا. المقارنة بشكل عام وباء لازم تتخلص منه. رابع علامة الاعتذار الزايد عن اللزوم، كويس جدا انك تعترف بغلطك وتكون بتعرف تقول انا اسف، بس اللي مش كويس انك تعتذر حتى وانت مش غلطان. خامس علامه الهروب من الفرص الجديده او الخوف من اي تجربه جديده عامه. سادس علامه واللي ليها اشكال كتير مختلفه هي التقليل الدايم من نفسك. في ناس بتعمل كده وهي فاكراه تواضع، وفي ناس بتعمل كده في صوره انها تقبل بمواقف وعلاقات اقل من اللي هي تستحقه. العلامه دي بالذات ليها اشكال كتيره قوي وكلها اوحش من بعض. سابع علامه انك ما بتعرفش تقول لا حتى لو مش مرتاح ومش عايز. انا شفت ناس بتوافق على حاجه وبعد ما توافق عليها بتقعد تعيط، انا بعيط عشان انا مش قادره اقول لا. تامن علامه التوتر من المدح، اللي هو التيشيرت ده حلو بجد ده ب5 جنيه، ما تقول شكرا وخلاص. تاسع علامه السعي ورا الكمال، انك تكون عاوز كل حاجه بيرفكت حتى نفسك. عاشر واخر حاجه هي الهروب من المواجهه تحت شعار انا مش عايز مشاكل، فتلاقي برضو المشاكل سايبه الناس كلها وجايه لك انت. قول لي بقى جبت كام من 10؟